السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا في تمام الصحة والعافية. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة الشيف عماد. اليوم إن شاء الله كنقترح عليكم واحد الطاجين رائع قمة في الروعة، لذيذ وسهل، غير بالكرافس وسمك السردين. غادي نحضروا واحد الطويجين لذيذ لذيذ بزاف. كننصحكم أنكم تجربوه لأنه جا زوين زوين بزاف. بقاو معايا مشاهدينا باش تعرفوا المقادير. غادي نحتاجو الكرافس، العواد ديال الكرافس. غادي نحتاج هنايا كيلو ديال السردين منقي ومحيد ليه الجلفة ديالو. غادي نحتاجو العطرية، عندي هنايا مشاهدينا الخرقوم، شوية ديال السكينجبير، شوية ديال الكمون، شوية ديال التحميرة، شوية ديال القزبر يابس، وشوية ديال البصل حبوب، شوية ديال الفلفلة حارة، شوية ديال المصير. عندي هنا التومة، وعندي هنايا الدنجال شديتو شويتو فوق النار. عندي جوج حبات ديال الطماطم شديتهم حكيتهم. غادي نبداو على بركة الله. أول حاجة غادي نحتاجو الكرافس، غادي نشدوه غادي نقطعوه على هاد الطريقة. غنحتاجو غير العواد ديال الكرافس. نحاولو نختارو كرافس يكونو طريين رطبين باش يجيو مزيانين. كنقطعوهم على هاد الشكل هذا مشاهدينا غير بالموس. واحد الطاجين كيجي لذيذ وساهل وجديد، كنصحكم انكم تجربوه. كما كتشوفوا من بعد ما كملت التنقية ديال الكرافس حطيتهم في الطاجين مباشرة. وغادي نمشيو دابا مشاهدينا باش نحضروا الشرمولة اللي غنديرو للطاجين. انا حبيت انني نستعمل غير المهراز، المهراز ديال الخشب. عزيز عليا وقت ما كنبغي نحضر شي طاجين نحضرو على الطريقة التقليدية البلدية كما كتعرفوا، خصوصا اننا العطرية كتكون هكا حسن طرية كتعطينا المذاق واللذة. غادي نطحن دابا البزار مع القزبر الحبوب. هنا القزبر الحبوب كيعطينا واحد اللذة خاصة لهاد الشرمولة. كنصحكم انكم تجربوه وتستعملوه في هاد الوصفة. غادي نبقاو حتى طحن لينا القزبر مع البزار مزيان. وهنا غادي نضيف عليه الثومة حتى هي غادي نبقى نطحنها مزيان بالمهراز. ودابا غادي نضيف عليه مشاهدينا معلقة صغيرة ديال التحميرة، معلقة صغيرة ديال سكينجبير، هنا جوج معالق ديال الكمون، معلقة صغيرة من الخرقوم. وغادي نضيف معلقة صغيرة ديال الملحة. هنا غادي نضيف زيت الزيتون تقريبا واحد 4 المعالق كبار. صافي غادي نخلطو هاد الشرمولة مزيان. صافي هاد الشرمولة واجدة. غادي نوضعها مباشرة فوق الكرافس اللي قطعناه ونقيناه. هنا شديت جوج حبات ديال الطماطم حكيتهم مزيان. وغادي نضيف هنايا المصير تقريبا واحد 4 مصيرة تكون كبيرة. وغادي نضيف الشرمولة اللي وجدت على الطاجين ونخلط مزيان ونمشيو نوضعو فوق النار. هنا ضفت شوية ديال الزيت البلدية. غادي نضيفو شوية ديال الفلفلة حارة ونوضعو فوق النار كما كتشوفوا، ونقصو عليه ونخليه حتى يتشحر مزيان. هنا مشاهدينا الا شفتو ان الكرافس قاصحين ضيفوا عليهم شوية الماء وصبروا عليهم وخليهم حتى يطيبوا. هداكشي علاش قلت لكم ستيو كرافس يكونوا طريين ما يكونوش قاصحين. وغادي نمشي باش نحضر الدنجال اللي شديتو شويتو فوق النار ونقيتو مزيان. غادي نقطعو غير بالموس. هنا الدنجال غادي نشدو غادي نخلطو مع الكفتة ديال السمك السرديل. الوصفة رائعة وخطيرة في هاشوار أو طحانة. غادي نوضع
سمك السرديل لي شديناه وغسلناه وحيدنا ليه الجلفة ديالو، غادي نضيف عليه مباشرة الدنجال لي قطعت، أو ممكن بلا ما تقطعوه توضعوه صحيح في الهاشوار. كلشي غادي يطحن. غادي نضيف كمية كبيرة من القزبر والمعدنوس، غادي نستعمل العطرية اللي استعملت قبيلة، العطرية المعروفة ديال الحوت، شوية ديال التحميرة، شوية ديال السكينجبير، شوية ديال الخرقوم، شوية ديال الكمون، وغادي نضيف شوية ديال التومة، وشوية ديال البزار أو الفلفل الأسود، والقليل من الملح. واحد 4 تروس ديال التومة، وشوية من الزيت البلدية ضرورية. صافي مشاهدينا، وغادي نطحن كلشي. هنا الحوت منطحنوش بزاف مشاهدينا، غير شوية باش يبقى لينا واقف. كما كتشوفو تيجي على هاد الشكل هذا. كما كتشوفو مشاهدينا، من بعد ما الكرافس طابو لينا مزيان، كنأكد على هاد العملية، الكرافس حتى يطيبو لنا مزيان، نقيسوهم ونشوفوهم أنهم طابو. هاديك الساعة غادي نبداو نشكلو الكفتة ديال السمك السرديل مع الدنجال، نشكلوها كويرات ونستفوها في الطاجين ونخليوها حتى طيب على هاد الشكل هذا مشاهدينا. فالدنجال مشوي كيعطي واحد البنة مع الكفتة ديال الحوت، كيجي رائع. وغادي نزوقو بشوية ديال الزيتون. صافي مشاهدينا، وغادي نغطيه ونخلي الطاجين حتى يطيب، ونمشيو باش نشوفو الشكل النهائي ديال الطاجين. هو تيجي على الشكل التالي، كيجي رائع. الكفتة كطيب وكيعطينا واحد المذاق مع الكرافس مع الدنجال المشوي مع الكفتة ديال السرديل، كيجي لذيذ لذيذ بزاف. كنصحكم أنكم تجربوه، أكيد غادي يعجبكم. وشكرا على المشاهدة، إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.